السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما لاحظت منذ الأحداث التي عرفها ملعب ورقلة في اللقاء الذي لم يلعب بين مستقبل الرويسات واتحاد الحراش، أنا ما درت حتى فيديو وما هدرتش على هذه المقابلة وما كتبتش عليها أصلا، لأن الأمور التي أعقبت ما حدث في هذاك اللقاء أمور ما تشرفش، وبالتالي أنا ما حبيتش ندخل في متاهات الجميع في غنى عنها. اليوم لجنة الانضباط درست الملف والتقارير اللي اندارت سواء تاع المحافظين أو تاع حكام اللقاء، وحتى الصور والفيديوهات اللي لاحقوهم الرسميين اللي كانوا في ذيك المقابلة. كل واحد دار التقرير تاعو واللجنة شافت وخذت قرارات، ولحد الساعة هذه القرارات ما زالت لم تصدر للعلن. هذه القرارات مهما كان لابد أن يتم قبولها من قبل الفريقين. اليوم لابد على الجميع أن يحترم. اللي ما عجبتوش هذه القرارات من حقه مثلا يروح لمحكمة التحكيم الرياضي للطاس ويقدم شكوى ثانية، والنتيجة النهائية لابد أن يحترمها الجميع. بغض النظر على كل واش راني قلت، أنا عندي جديد في هذه القضية، وهو أن هناك جدية في التفكير في تغيير نظام المنافسة بداية من الموسم المقبل. ممكن جدا باش يغيروا نظام المنافسة، وباش الأندية تاع القسم الأول رايحة تكون 18 فريق. اللي راهم الآن في القسم الأول 16 فريق، يسقطوا منهم زوج اللي يحتلوا المرتبة 16 و 15، وفي نفس الوقت يطلعوا 4 فرق، زوج من مجموعة وسط غرب وفريقين من مجموعة وسط شرق. في هذه الحالة وعلى حسب الترتيب الحالي، الفرق اللي معنية بالصعود هذا الموسم اتحاد الحراش ومستقبل الرويسات، ومن مجموعة وسط غرب راح تكون نجم بن عكنون ورائد القبة. إذا رائد القبة ما فشلوش وكملوا يلعبوا البطولة نتاعهم عادي جدا، رايحين أكيد الموسم القادم يلعبوا في القسم الأول. الآن هل بطولة ب 18 فريق شيء إيجابي؟ أنا نظن بأنه شيء إيجابي، لأن هناك من يقول بأنها راح تكون بطولة ب20 فريق، وأنا أشوف بأن بطولة ال20 فريق جربناها مرتين وما نجحناش فيها. بطولة ب 18 فريق ممكن ننجحوا فيها. لما تدير بطولة ب 18 فريق راح تلعب 34 مقابلة. الآن رانا نلعبوا 30 مقابلة في الموسم، يمكن يزيدوا 4 مقابلات، مش حاجة كبيرة. نعطيكم مثال، ألمانيا بطولة من 18 فريق، شيء عادي، ولكن لابد أن تحترم البرمجة. ألمانيا اليوم عندهم بطولة ب 18 فريق، راهم في الجولة 28، يعني مازالوا لهم 6 جولات وتخلص الدوري عندهم. اليوم كاين واحد الأمر أنا شفت مؤخرا، لما اتحاد الحراش دار نتائج، واتحاد الحراش هذا الموسم أحببنا أم كرهنا فريق ممتاز، فريق كبير، الفريق اللي يهزم شبيبة القبائل في الكأس في تيزي وزو، الفريق اللي يهزم مولودية وهران في وهران في نفس المنافسة يعني كأس الجزائر، هزم ترجي مستغانم أيضا من القسم الأول. يعني هذا الفريق ماهوش فريق اللي كما رانا نسمعوا الهضرة ويشريوا ليه ماتش ويديروا مانيش عارف. جياسكا ما بعت لهمش الماتش، مولودية وهران ما بعت لهمش الماتش، مستغانم ما بعت لهمش الماتش. هنا يعني اتحاد الحراش هذا الموسم عندهم داروا فريق، داروا تشكيلة لا بأس بها، وراهم يلعبوا كرة قدم. اليوم كيما مستقبل الرويسات يستهلوا باش يكونوا في القسم الأول، لأنهم داروا باركور ممتاز جدا منذ بداية الموسم، تعثروا في الجولات الأخيرة. اتحاد الحراش أيضا يستهلوا باش يكونوا في القسم الأول. نجم بن عكنون اللي سقطوا السنة الماضية، وين كان حتى بعض المقابلات نتاعهم ما يستهلوش يخسروهم، ولكن خسروهم وسقطوا، هذا العام عاودوا برهنوا بأن عندهم فريق ممتاز. رائد القبة فريق اللي عنده تاريخ، وانا علاش قلت رائد القبة اذا ما تهاونوش يقدروا يصعدوا، لان الفارق بينهم وبين صاحب المرتبة الثالثة موش كبير. بالعكس مجموعة وسط الشرق نشوفوا بأن الفارق بين أصحاب الرياضة اتحاد الحراش ومستقبل الرويسات وصاحب المرتبة الثالثة اتحاد عنابة هو 15 نقطة، وبالتالي اتحاد عنابة اللي أنا دائما نتمنى هذا الفريق نشوفه في القسم الأول باش يتدارك ال 15 نقطة ويحتل مثلا المرتبة الأولى أو الثانية، أنا نشوف فيه شيء مستحيل. بقى أمر آخر، بزاف اللي يقول لك رايحين يديروا بطولة عاصمية فيها غير فرق تاع العاصمة. هذه هي كرة القدم، الفريق اللي يجتهد يلعب في القسم الأول. اليوم إذا كاين 10 فرق من العاصمة
يستهلوا باش يكونوا في القسم الأول، يستهلوا ويلعبوا 10 فرق عادي جدًا، وين راهو المشكل؟ هذا الموسم عندنا 4 فرق من العاصمة، عندنا مولودية الجزائر، شباب بلوزداد، اتحاد الجزائر، ونادي بارادو، كاين 4 فرق. ولكن الترتيب اللي راه الآن في القسم الثاني، إذا عاودوا صعدوا هذا ال4 فرق اللي أنا نقولوا عليهم، بطولة الموسم القادم إذا تم اعتماد 18 فريق في القسم الأول، معناتها راح تكون 7 فرق من العاصمة، اللي هي مولودية الجزائر، شباب الوزداد، اتحاد الجزائر، نادي بارادو، اتحاد الحراش، نجم بن عكنون، ورائد القبة. وهذا موش عيب. اليوم مثلا نشوفوا الدوري الانجليزي الممتاز، عندهم ال7 فرق من العاصمه لندن يلعبوا في القسم الممتاز، بصح هما ما عندهمش هذه الهضره تاع يقول لك كيفاش 7 فرق من لندن يلعبوا في القسم الممتاز. مثلا في انجلترا عندهم ارسنال، تشيلسي، فولهام، توتنهام، ويست هام يونايتد، كريستال بالاس، وبرينتفورد. ال7 فرق من العاصمه لندن يلعبوا في الدوري الانجليزي الممتاز. اليوم علاش نبقاو بطوله عاصميه ويلعبوا فيها غير تاع العاصمه، واذا تاع العاصمه فرق اللي ممتازه، راه المشكل. باش ما نطولش عليكم في هذا الفيديو، انا قلت لكم عندي معلومات بان فيها احتمال كبير تغيير نظام المنافسه، وين رايحين يصعدوا 4 فرق، فريقين من مجموعه وسط الشرق واللي هما لحد الساعه كاين اتحاد الحراش ومستقبل رويسات، وفريقين من مجموعه وسط غرب ولحد الساعه اللي هما نجم بن عكنون ورائد القبه، ويسقطوا زوج من القسم الاول اللي يحتلوا المرتبه 16 و15، وهكذا راح يكون 18 فريق الموسم القادم اللي رايحين يشاركوا في الدوري الممتاز. اذا اللي حاب يابوني معنا في هذه القناه مرحبا به، واللي قادر يبارطاجي لنا لي فيديو مرحبا به. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.